شمروخ تعالى. أمرك يا باشا. شايف الراجل اللي قاعد هناك ده ابو دقن؟ الله 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 الله، ايه ده ايه ده ايه ده؟ رحيم، ازيك يا ابو نسب؟ اخويا رحيم، انت خرجت امتى؟ يعني ما انتش عارف؟ انا اعرف منين يا اخويا؟ اعرف منين؟ انتوا ايه اللي عملتوه ده؟ عملتوا ايه يا زبالة الرجاله؟ انتوا ماسكين رحيم بيه؟ مش عارفين مين ده؟ كاركات ده صاحب المكان وقمر الزمان. انا ليك شويه يا رحيم. لا رسول الله، احنا لازم نذبح النهارده. ما تقلقش، من ناحيه هنذبح فاحنا هنذبح. ده انا فاكر المشروع ده بيتعامل مع واحد سكران ولا حد ما اعرفوش. ما جاش في خيالي ابدا انك انت. معلش يا رحيم، مسحها في دقني. العيال دي جديده وما تعرفكش. لو ما احنا اتعرفنا تحت. انت هتقول لي على قديمه. يلا بره، يلا يا اخويا، وانا حساب معاكم عسير. والله ليك وحشه، وحشه كبيره يا رحيم. انت بتعمل ايه يا رحيم؟ لا بس بقى في الباب عشان نتكلم مع بعض على راحتنا. اقسم لك بالله، والله يا رحيم انا ما في مره صليت العشاء الا ما دعيت لك ان ربنا يفك ضيقتك. صليت العشاء؟ انت بقيت بتصلي دلوقتي يا عرب؟ هنعمل ايه بقى؟ كبرنا وبخطف العشاء كده قبل ما اروح المركب. نورت مكانك ومطرحك يا غالي. اتفضل يا عم رحيم، اتفضل يا باشا. لا ما تاخذنيش، بس الواحد انا حسب ما اتعود اخويا. انا مرزوق هنا ليل نهار، لكن خلاص رجعت مكانك ومطرحك. اتفضل يا اخويا، اتفضل يا رحيم، اتفضل يا باشا.
انا في السجن. اهو ده بقى اللي كان قلقني. ما تسمعش من حد غير يا رحيم، انت ما تعرفش ايه اللي حصل. وخلي بالك يا اخويا، في ناس كتير قوي عايزين يضربوا مفك ما بيني وما بينك. وانت قلقان ليه؟ ده انا وصلني كل خير. لا يا رحيم، انت ما تعرفش اللي حصل يا رحيم. اخوك بهدلني يا اخويا، بهدلني قوي. حتى اسال اختك. هروح بعيد ليه؟ يلا على البيت تشوف اختك وتشوف العيال وتحكي لك بنفسها. يلا قوم يا عم، يلا قوم. ياه، للدرجه دي مش طايق تشوفني قاعد على كرسيه؟ ايه اللي بتقول يا رحيم؟ ايه يا عم الكلام ده؟ ده انا بقول لك اختك مشتاقه لك. انت مش عارف رحاب حصل لها ايه من ساعه ما مشيت. والله دمعتها على خدها لغايه دلوقتي. طب قسما بالله ده اللي هيتعجل الاسبوع اللي فات على روحك، قصدي على حسك. على حسك يا غالي يا ابن الغاليين. ياه، ولا ليك شو يا رحيم. اللي بالحق الخزنه دي فيها ايه؟ الخزنه دي فيها فيل. يا رحيم بضحك معاك يا جدع، وحشني الضحك معاك من زمان. بصراحه كده الخزنه دي ما فيهاش حاجه، انت خدت كل اللي فيها. دي على الجنط. بقول لك يا ابو السيد، اوامر. لغايه ما تصفي حساب ال7 سنين اللي فاتوا كنت عايز منك قرشين كده. كام؟ انت تؤمر. 2 مليون. كم؟ لا لا لا، انا معيش فلوس دي. الفكه والفته كلها في السوق. لا بس بسيطه بسيطه، انت تؤمر اللي انت عايزه. المال مالك اخويا، بس يعني سيبني 8 9 10 ايام كده. 5 4 3 ايام. تمام؟ ياه، ده انت ليك شو يا رحيم. داليا. بابا خضتني. اصل ما كنتش عايز حد يشوفني، عشان كده استنيتك هنا. عايز ايه؟ انا كنت جاي اطمن عليك واطمن على امك وتطلب فلوس؟ غصب عني يا بنتي. اخر مشروع دخلت فيه خسرت كل فلوسي والديانه. بابا بلاش الكلام ده معايا. انا عارفه كويس قوي بتعمل ايه بالفلوس دي. انا بتضايق قوي لما بشوفك، عشان مش عايزه اشوفك كده. بابا لو سمحت تعالج وسيبك من الزباله اللي انت عايش معاها دي، وانا هقنع ماما، انا هقول لها نرجع زي الاول. بس ما تكسفنيش زي المره اللي فاتت. حاضر. مش معايا غير دول. نورت بيتك ومطرحك يا اخويا. ما كنتش مصدق انك انت هتجيبني بنفسك لحد هنا. ليه بتقول كده يا كبير؟ ده حتى القصر قصرك يا رحيم. ولما انت عارف كده خرجت اهلي منه ليه؟ انا قلت لك يا رحيم، انت في حاجات كتير ما تعرفهاش. يرضيك يعني؟ يرضيك اخوك يمد ايده عليا قدام عيالي ومراتي؟ يرضيك يا رحيم؟ طب وليه خليت رحاب تنقل القصر باسمك؟ هي اللي طلبت اخويا، حتى اسالها. احنا خفنا يعني بعد ما اتقبض عليك يحجزوا على ممتلكات عيلتك كمان. بتشوف امينه؟ امينه؟ انا امينه وش فيهاش ليا سنين. من ساعه ما اتجوزت اخوها ما اعرفش عنها اي حاجه. نورت يا رحيم.
اتفضل يا كبير، مكانك ومطرحك. ارحاب، ايوه يا سيد، في ايه؟ تعالي شوفي مين عندنا النهارده. مين يا اخوي؟ رحيم، رحيم وحشتني، وحشتني قوي يا اخوي، وحشتني. ازيك يا رحاب؟ تأخرتي كده ليه يا روحي؟ شغل. ولا يهم. ايه رأيك في العشاء؟ حضرتهولك بنفسي. تعالوا حبيبي، عاوزاك في موضوع مهم. خير. اتفضلي يا روحي. مالك في ايه؟ انا عايزه اتطلق ايه؟ زي ما سمعت كده بالظبط. ايه رأيك في الهدية اللي انا جايبها دي؟ حلو، نتعشى وتطلقني. منور يا اخويا، منور يا رحيم. ايه هو انتوا نسيتوا خالكوا ولا ايه؟ كنت خايف ما اشوفكش تاني. فاكر الحضن بتاع زمان ولا نسيته؟ اقعد. ودي بقى رؤية اخر العنقود. ما شفتهاش انت لما اتولدت؟ كنت في قول ما تتكسفش. لما كنت في السجن انتوا مش حاكين لهم ولا ايه؟ ده سيد يعرف كتير قوي عنه، مش كده ولا ايه يا عرب؟ طب يلا على اوضتكم بقى يا بنات، عشان انتوا عندكم مدارس بكره. يلا يلا على اوضتكم بسرعه، يلا. يلا زياد، اتكل على الله. هقعد مع خاله شويه وبعد كده هطلع. يا عم اطلع، عايزين نتكلم مع خالك في كلمتين مهمين. ماشي، بس عشان ما نتخانقش. هو انت بتقفش كتير انت وسيد ولا ايه يا زياد؟ لا يا خالو ابدا، ما تشغلش بالك، لينا قاعده مع بعض. الحمد لله على السلامه يا رحيم، الحمد لله على السلامه يا اخويا. الدنيا كانت وحشه قوي من غيرك والله. الدنيا تظبط معايا كده وهبقى اخد منك زياد. كلام ايه ده اللي انت بتقوله؟ زياد عمره ما هيفارقني، ده ابني، وبعدين ده مش كلام انا لوحدي. انا عمري ما فكرت انه ابن اختك عزه، وايه على الله انا بحبه قد ايه يا رحيم. انا بقولها لك تاني يا رحيم اهو، محدش هياخد مني الواد. زياد ده ابني انا، مش ابن اختي. الله يرحمه. صلوا على النبي يا جماعه. قوم يا رحاب حضري العشاء. عليه الصلاه والسلام. تحب تاكل ايه يا حبيبي؟ لا، ما انا اكلت قبل ما رجاله جوزك يهجموا عليا. يا لهوي، رجاله ايه دول اللي هجموا عليه؟ لا ده سوء تفاهم وخلص في التلاتة تلاتة. اصل رحيم غايب يعني، وفي حاجات كتير قوي ما اعرفهاش. انا وصل لي كل حاجه. يبقى هشام وحلم هما اللي حكولك. لا ما اسمعش من حته واحده يا رحيم، لازم تسمع مني انا كمان، ولا يا رحاب؟ السيد عنده حق، في حاجات كتيره قوي انت ما تعرفهاش يا رحيم. هشام زعل سيد جامد، عمل حاجات ما ينفعش ابدا تتعمل، ولولا يعني ان سيد عامل لك خاطر ما كانش سكت ابدا. يرضيك يعني هشام يضرب سيد قدام عياله؟ يرضيك يرضيك؟ ما بلاش السير الهبات ده يا رحاب. رحيم خلاص بقى في وسطينا. هو انت اخر مره شفت فيها اخوك هشام كان امتى؟ من ساعه الخناقه يعني، من مده كبيره كده، تقريبا اكتر من سنه مثلا. طب اخوكي متخانق مع جوزك، ما تساليش عليه؟ طب بلاش هو، ابوكي ذنبه ايه؟ ما انا بقول لك يا رحيم، في حاجات كتيره قوي انت ما تعرفهاش والله. وبعدين ابوك خد صف هشام، هو اللي سابني ومشي بمزاجه. والله هشام اخوكي مخطوف،
محدش يعرف عنه حاجه بقاله فتره. يا لهوي، ومين اللي خطفه؟ ما انا جاي لك علشان اعرف منك اي حاجه تساعدني الاقيه. انا ما اعرفش عنه اي حاجه، بس احنا ممكن نوصل له عن طريق مراته. مراته؟ هو هشام اتجوز؟ مش مراته قوي يعني، انت عارف عمال اخوك. جات لي المركب وطلبت فلوس واديتها اللي فيه الاسم، ومن ساعتها وش الضيف ما شفتش خلقتها. طب وما تعرفوش الاقيها فين دي؟ انا معايا نمرتها يا اخويا. وجبتيها منين؟ هشام كلمني من نمرتها مره فسجلتها احتياطي. اه هقوم اجيبها لك. والله ليك شوق يا رحيم. اكدتي على الليموزين اللي هتجيب دكتور جراي من الفندق؟ لميا، انا مش عايزه اعيد وازيد، اي غلطه حتى لو صغيره هتضيع كل اللي احنا عملناه. ماشي اوكي.